يا صباح الورد، يا صباح الفل عليكم. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا باحسن حال. جيت لكم النهارده باجمد فيديو على القناه، فيديو روتين اليوم الشتوي، روتين الشتاء. هقول لكم انا بعمل ايه في الشتاء. بس قبل اي حاجه ما تنسوش اللايك يا حلوين، وانا بحبكم جدا. زي ما انتم شايفين الجو جميل قوي، الجو طبعا شتاء والجو جميل جدا، الجو حلو جدا ولذيذ زي ما انتم شايفين. الجو طبعا كان شاتي وكان خارب الدنيا والجو كان فظيع قوي. حبيت ان انا اصور لكم واقول لكم انا بعمل ايه في الشتاء وكده. بصوا بقى الجو كان شاتي ازاي. الشوارع طبعا فيها ميه والدنيا متبهدله قوي. اي حد بيحب الشتاء ما ينساش يحط لايك للفيديو. تمام. شوف بقى مين اللي بيحب الشتاء. زي ما انتم شايفين الجو جميل جدا. يلا بقى نبدأ اليوم واقول لكم انا بعمل ايه في يومي. اول حاجه طبعا بصلي الصبح طبعا. طبعا لازم كل واحد يبدأ بالصلاة، دي حاجة مهمة جدا. أول حاجة أنا صليت، هبدأ يومي طبعا ان انا اصلي. هبدأ بقى ان انا افطر، حضر فطار. بصراحة ما كانش ليا مزاج ان انا افطر بقى حاجة تقيلة او كده، لا حبيت بقى بما ان انا بعمل روتين شتوي فهيكون كل حاجة شتوية. اول حاجة دي بطاطا مشوية، ومعايا كوباية شاي بلبن او مثلا كوباية كاكاو او مثلا نسكافيه، اي حاجة سخنة. بس طبعا الشاي بلبن عشق، يعني ده العشق كله. قعدت بقى افطر كده. محبتش ان انا اتقل قوي في الفطار، ففطرت طبعا. الشاي بلبن كان تحفة، وكمان البطاطا دي كانت حلوة قوي. باي اديني دلوقتي بفطر. متنسوش بقى اللايك بتاعكم المتين. وبنبتي بعمل كمان حاجة مهمة جدا في يومي. اول حاجة بعملها ان انا بدخل على القناة عندي وبشوف بقى اخر فيديو، بشوف رأيكم في الكومنتات، وبشوف كل الكومنتات عندي، وكمان برد كمان على الكومنتات دي. طبعا اخر فيديو رديت طبعا على كل الكومنتات دي. وحبايب قلبي انا بحبكم جدا، الناس اللي بتعمل لي كومنتات والناس اللي بتحط لي لايك بحبكم قوي قوي قوي. في ناس كمان طلبت مني ان انا اقول لهم ازاي يشتركوا في القناة. اول حاجة بحط لايك، وبعدين انا طبعا فاتحة من قناة تانية او صفحة تانية. اول حاجة بضغط على اشتراك بالزر الاحمر، وبعد كده بضغط على الجرس، بضغط على الكل مش الجزء، علشان بقى اي فيديو نزله يوصلك بيه على طول اشعارات. طبعا زي ما انتم شايفين سبحان الله دلوقتي الساعة 9 الصبح. حبيت ان انا اصور لكم السما علشان تعرفوا ان اليوم ده غريب قوي قوي قوي. اليوم كان فظيع، الجو حلو ازاي وشمس بقى وكل حاجة. كان لسه من شوية كان مغيم والجو كان هيشتي. دلوقتي الجو جميل. بما ان الجو جميل فيلا بقى نبدأ يومنا. اقول لكم بقى الروتين الحقيقي دلوقتي في البدء، خلاص بدأ في الفيديو. تابعوا بقى الفيديو للآخر. طبعا دي اول مرة في القناة اصور الكلام ده كله، اول مرة اعمل روتين، اول مرة اصور لكم بيتنا. فلو انتوا عايزين جولة كاملة في البيت قولولي وانا هعملها. تمام. دي اول مرة طبعا اصور الكلام ده. هنا بقى هعمل روتين خفيف جدا لان زي ما انتوا شايفين يعني كلها حاجات بسيطة جدا. طبعا زي ما انتوا شايفين بس كل حاجة عايزة ترجع في مكانها، وكل حاجة عايزة تتظبط. زي ما انتوا شايفين هنا اللاب مش في مكانه، والمناديل والازازة، وطبعا مكان ما كنت بفطر. كلها حاجات خفيفة، كلها بقى حاجات خفيفة هنعملها مع بعض، مش هتاخد مننا اي وقت. عايزة كل واحدة بتتفرج عليا قومي شوفي بقى اللي وراكي وظبطي حالك واصحي بدري علشان كل حاجة تخلص بدري بدري. عندك مشوار، عندك حاجة، تبقى انت جاهزة لكل حاجة. والسجادة كمان عايزة تتشال وتتظبط، والأرض كمان هتتكنس وكمان هنمسحها. فكل حاجة هتابعوها في الفيديو ده هنعملها دلوقتي. حطوا اللايك بقى المتين بتاعنا،
ويلا بقى نبدأ. اول حاجة عايزة اقول لكم ان الشلة ديت احنا بنحطها علشان لو اي حد عايز يقعد عليها، حد زهقان مثلا وعايز يقعد على الارض، تبقى ايه حلوة وتغيير يعني. تمام. هشيلها دلوقتي بقى وهنفض كده الكراسي كويس. ايه رأيكم بقى؟ عايزة برضو رأيكم في الكومنتات عن طبعا المكان والانتريس ده، وفعل والكراسي كده حلوة ولا لأ. عايزة رأيكم، يعني تقولوا لي رأيكم في الكومنتات اعمل ايه بالظبط، وانا هاخد طبعا برأيكم. انتوا عارفين يعني ان انتوا حبايبي، فانا بسمع كلامكم في كل حاجة. هشيل بقى الصينية اللي كنت بفطر عليها، وهشيل الازازة، وهشيل طبعا طبعا دي اقلام وحاجات بتاعت اخواتي فهشيلها. كل حاجة هتتشال، مش هخلي اي حاجة. واخلي طبعا طبعا الترابيزة دي فلة دلوقتي. بشيل بقى كل حاجة وبرجعها مكانها. عايزه اقول لكم الترابيزه نظيفه، بس جبت منديل ومسحتها كده خفيف خفيف. هي طبعا عايزه اقول لكم الروتين ده بنعمله كل يوم، علشان كده الحاجات مش بيبقى عليها تراب، وحاجات مش بتبقى يعني متبهدله قوي. لازم على طول دايما تكوني بتعملي الحاجات دي، وده يبقى روتين يومي فعلا، تقومي تظبطي الدنيا علشان ما فيش حاجه تتكوم عليكي وتزهقي وتتخنقي. حطيت بقى المفرش بتاعي، ده طبعا اللي كنت بعمل لكم البثات عليه، وبعمل لكم كمان التحديات عليه. بعمله في المكان ده على الترابيزة دي. حطيت المنديل وهظبط الدنيا كلها. احنا حاطين الترابيزة هنا علشان مساحة الأوضة، بس الواحد يعرف ياخد يعني تبقى واسعة قوي. لكن طبعا انتوا شايفين النظام، لو النظام في اي حاجة وفي اي تعديل قولولي اعمل ايه بالظبط. حطيت بقى المصلية مطرح ما كنت بصلي، والارض عايزة تتكنس وتتمسح زي ما انتوا شايفين. ايه رأيكم بقى؟ اكيد طبعا في تغيير كبير جدا. الشمس طلعت، الجو جميل، الجو يخليكي كده عايزة تقومي تعملي كل حاجة اللي وراكي كلها. فشلت بقى كل حاجة يعني، والجو بقى هادي كده. عايزة اقول لكم الكراسي ديت لونها لون اللي ورق الحائط اللي ورا. فبصوا بقى الجو حلو قوي. ستارة طبعا حطاها علشان الدوشة والصوت اعرف اصور لكم كويس. حطيت طبعا الشلت كده علشان اي حد عايز يقعد عليها يقعد عليها. كل حاجة تقريبا كده فلة فلة فلة. نشوف بقى اللي بعده. يلا بقى نشوف اللي بعده يا روبي. يعني اعتبروا ان هي جولة في البيت برضو، لان انا ما كنتش بصور الجولة في البيت، فتقريبا دي جولة في البيت. بما ان اول مرة يعني بصور الكلام ده. هنا كمان هنا برواز كده تحفة، بس طبعا عايز يتصلح وعايز يتعلق تاني، فان شاء الله نبقى نعلقه مع بعض. تمام. كله تمام تمام تمام. يلا بينا. يلا بقى يا روبي. زي ما انتم شايفين سجادة تانية، حطها طبعا علشان الشتا وكده. وهنا الراوتر حاطينه على جنب. ده المكان اللي انا بعمل لكم اكتر الفيديوهات فيه يعني. فزي ما انتم شايفين التابلوهات دي برضو مسحتها كده وتمام قوي قوي. شكرا شكرا. يلا بقى ندخل على
طبعا اللي جاي بقى اصعب من كل الكلام ده. كل الكلام ده سهل لان طبعا دي بنعملها على طول. نيجي بقى ندخل في الصعب. يلا بينا. دي بقى السفرة بتاعتنا اللذيذة الجميلة، عليها بقى شنطة، عليها اكياس، عليها كل حاجة، كل حاجة عليها. لكن طبعا احنا شاطرين قوي 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 يعني. دلوقتي هنخلي دي كده قشطة قشطة قشطة. هنشيل بقى الكلام ده. يلا يلا نشيل الكلام ده مع بعض. نشيل بقى الأكياس والقلم والورق والكلام ده كله، وفواتير وحاجات كتير قوي. طبعا المعطر، معطر الجو بحطه دايما على السفرة عشان بيكون قريب من ايدينا يعني. وهنا بقى ازازة المية دي بشيلها، والنضارة، وبشيل كل الكلام ده. عايزة اقول لكم دي بتاعت اختي بتاعت الكلية، فهشيلها برضو. احنا شاطرين قوي يعني، بنصحى بدري كده نخلصوا كل اللي ورانا. وعايزه اقول لكم كل البيت نايم، فهيصحوا بقى يلاقوا كل حاجه متظبطه. ما سبتش بقى غير الكحول، وما سبتش كمان غير المعطر. دول دايما بيبقى على السفره عشان بيبقوا قريبين مننا. يعني لو حد طالع البابا هنا، فاي حد طالع كده بيبقى حط من الكحول او بيحط من المعطر. يعني بنحطه دايما في البيت من المعطر ده. كمان حطيت هنا مصلية علشان لو اي حد عايز يصلي. وهنا بقى فاضل لنا كنس الارض، دي طبعا زي ما انتم شايفين عايزة تتكنس يعني. فيلا بينا. يلا بقى نظبط الكلام ده كله، نبقى شاطرين كده. واي بنوتة، اي واحدة، اي ست كده لذيذة وعسولة تخلص اللي وراها بدري، وتفرحي مامتك وتفرحي البيت وتفرحي اهلك، ان انت طبعا يصحوا يلاقوا كده الدنيا متروقة ومتظبطة. لو عايزين يوم كامل نعمل فيه غدا ونعمل فيه كل حاجة، قولولي وانا هعمل لكم ان شاء الله. كنست بقى الارض وظبطتها زي ما انتوا شايفين. الارض بقت فلة. ندخل بقى على التقيل ده بقى. التقيل دي المفاجأة طبعا كلها. ده المطبخ كنت مصوراه قبل كده. يعني هو مفهوش مواعين كتير، لكن في اطباق كده، وفي طبعا دي هتتحط في التلاجة. وطبعا السفندي والبرتقال والحاجات دي كلها هنحطها مكانها دلوقتي. بس برضو الحاجات خفيفة خفيفة. اهم حاجة يبقى الحضن نضيف يا جماعة، كل حاجة بتبقى سهلة. هنا البوتاجاز طبعا اللي كان فيه معاناة، لان طبعا البوتاجاز يعني بتوسخ دايما وبتوسخ على طول. فعايز طبعا نظبطه. فعشان بقى ماما تصحى من النوم وتلاقي الدنيا لذيذة كده وحلوة، لازم ننضفه مع بعض. بشيل كل الكلام ده. ودلوقتي هقولكوا على الخلطة حلوة جدا تظبط البوتاجاز ده وتخلوه معاكم حلو وفلة فلة فلة. بشيل بقى كل الكلام ده، بشيل الحوامل دي كلها. عايزة اقول لكم البوتاجاز ده بقاله اكتر من 10 سنين يعني، فكتر خيره بجد. طبعا اللهلوبة كل الناس طبعا بتستخدمها. بحط شوية من اللهلوبة ديت على طبعا بريل وشوية مية، علشان طبعا اللهلوبة لازم تحط فيها مية، ما تنفعش تعملها كده علشان ايديك طبعا. كل الكلام ده كده بيتظبط، والكلام كله هيتروق دلوقتي والدنيا هتروق معانا. طبعا دي ليفة، دي ليفة بسلك، حاطة فيها سلك برضو. فيلا بقى بصوا. مستنية بقى كومنتاتكم، مستنية رأيكم بفارغ الصبر. اي حد عندي ومش بيعمل لي كومنتات، مش بيعلق لي، يكتب يكتب لي كومنت
قد ايه الواحد بيبقى زعلان، والواحد بيبقى فعلا تعبان في الفيديو وفي التصوير وفي كل حاجة، ويلاقي حد يعمل له كومنت حلو ويرد عليه رد حلو. بجد الواحد بيتغير موده 180 درجة. وبصراحة كلامكم جميل جدا، وانا بشكر اي حد بصراحة دعمني قال لي كلمة حلوة وقف جنبي. بحبكم جدا في الله، ربنا يا رب يخليكم ليا. وبقول لأي حد بخيل عليا بلايك، بخيل عليا باشتراك، يعني الاشتراك واللايك ببلاش يعني. فأي حد مش مشترك عندي يدخل يشترك يا حبايب قلبي، ونبقى صحاب. وأنا بحبكم جدا. هنا بقى أنا رحت فين يا جماعة؟ أنا مش لاقياني، أنا رحت فين؟ يلا بقى يا روبي، يلا بقى يا روبي، رحنا فين؟ يعني واضح يا جماعة ان انا خدت وقت بصراحة. فيلا بقى، حطوا اللايك، حطوا اللايك يا حبايب قلبي علشان اعرف ان الفيديو عجبكم. وكمان اللايك بيرفع من الفيديو. انا جبت بقى حتة قماشة او عندك فوطة، وببدأ ان انا امسح ده، امسح الصابون وامسح الحاجات دي كلها. بصوا بقى هظبط وارجع لكم بقى تاني. يلا بينا. نيجي بقى هنا، حاطين السفندي والبرتقال في مكانه. عايزه اقول لكم ده ستيكر الاسود، ده ستيكر كنت قايله لكم قبل كده في فيديو ان انا حاطه ستيكر للمطبخ، وهو بصراحه حلو قوي. هنا كمان الارض كنستها وفرشت فيها السجاده، والبوتاجاز بقى فل شمعة منورة. ايه رأيكم بقى كده؟ يلا بينا. بصوا الحوض فاضي، اهم حاجة يعني عندي كل ست ان الحوض يبقى نظيف، الحوض نظيف. فاهم حاجة؟ الحوض يبقى نظيف، كل حاجة سهلة، كل حاجة بتبقى سهلة طول ما الحوض نظيف. جالي مشوار على السريع، فكان لازم اسيب كل ده واروح، فلازم المشوار ده اروحه. فطبعا طلعت دريس على اساس يعني ان الجو يعني حلو وشمس كده وجميل. طبعا كل حاجة يعني توقعات سبحان الله يعني. بص بقى هنا الجو كان بيشتي بيمطر، عشان الدول يعني اللي مش عربية تبقى عارفة الدنيا بتمطر. ووقفت كده. بص بقى عايزة اقول لكم كان جو حلو قوي، والشجر كده والجو جميل قوي، خضرة كده وحاجة كده فوق الخيال. مستنية بقى لايك، ومستنية كمان كومنتاتكم بفارغ الصبر على الروتين ده لو عايزين روتين كامل.